ايه ده فيديو جديد لسمسمة. ايه ده، انا مش مصدقه نفسي، اخيرا سمسمة نزلت فيديو. ايه ده يا سمسمة، فينك؟ بقالك شهر مستخبيه ومش بتنزلي حاجه، وحشتينا وحشت جمهورك كله. فينك يا سمسمة؟ ايه الغياب ده كله؟ انا اهو وحشتوني قوي 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 قوي. قبل ما نبدا حلقتنا نصلي على النبي، وكل من ليه نبي صلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني قوي يا امارات ويا عسلات، وحشتوني قوي 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 قوي. انا ببقى قاعده الصراحه من غيركم ببقى متضايقه، بس معلش كنت تعبانه وكان عندي اسبوع. هوريكم كل ده ان شاء الله باذن الله. قبل ما نتكلم كده ونرغي، انت بتعملي ايه يا سمسمة؟ ان المفروض دوت كان يوم راس السنة، يوم السنة الجديدة. فانا قلت لازم اعمل كل حاجة بيضة عندي، يجعل سنة بيضة عليا وعليكم، اللهم امين يا رب. زي ما انتوا شفتوني كده في اول الحلقه بتاعتي كنت بغسل الرز بتاعي ونقعته في شويه ميه سخنه وسبته. الحاجه التانية دي انا بعمل هنا المهلبيه بتاعتي. اللبن، وحطيت عليه معلقتين كريم شانتيه، وحطيت السكر زي ما انتوا شايفين، وحطيت معلقتين لبن بودره، وهقلب كل ده كده على البارد، وهحطه على النار، ويبقى كده المهلبيه بتاعتي خلصت. انا المهلبيه بتاعتي كنت بعملها بنشا ولبن وسكر واحطهم على النار، لكن المره دي انا مزوده مع النشا والسكر واللبن معلقتين كريم شانتيه ومعلقتين لبن بودره، بيبقى طعمه حلو قوي 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 قوي. جربوها وهتدعولي. طبعا انا بعد ما نقعت الرز بتاعي كده بميه سخنه، سبته شويه بوريه لكم اللي انا نقعاه عشان النشا بتاعه كله ينزل. وبعد كده هغسله كويس قوي قوي قوي، وهحطه في شويه ميه سخنه، واحطه على النار. زي ما انتم شايفين البخار كده طالع، انا بغسل بميه سخنه. عايزه الرزايه بتاعتي تدوب عشان ايه ما تبقاش ناشفه في الرز بتاعي بابو لبن. ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وحلوه، وسنه فيها راحه البال والسعاده والرزق الواسع، اللهم امين يا رب. وحشتوني قوي. معلش كنت غايبه عليكم، كنت تعبانه. كنت مصوره فيديو وانا تعبانه، بس قلت مش هنزل بيه اول حاجه كده بعد غياب انزل فيديو كده بتاع تعبي. انا مرضتش، قلت ايه انزل بتاع رأس السنه الاول. عايزه اقول لكم كده انا هعمل كمان هعمل كيكه. كان حد من عيالي طلبها مني، فانا قلت ايه كان عندي برتقانتين زي ما انتم شايفين كده بالظبط، قلت هعملها كيكه بالبرتقال. حطيت كوباية سكر على كوباية لبن زي ما انتم شايفين، وهحط الثلاث بيضات دول وفانيليا وكوباية زيت كبيرة. المعيار اللي هتحطي بيه اللبن هتحطي بيه السكر، هتحطي بيه الزيت عشان الكيكة بتاعتك تبقى مظبوطة. على كوبايتين دقيق. انا بوريكم حاجة حاجة عشان نمشي ايه خطوة واحدة. عايزه اقول لكم وحشتوني قوي قوي، وحشني الكلام معاكم. ربنا يديمكم عليا ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب. بتوحشوني قوي قوي قوي، وانا مسجله فيديوهات كتير بس الكسل وانا كنت تعبانه، حقكم عليا. عايزه اوريكم كده ده البرتقال بتاعي. انا قشرته، ده برتقان عادي خالص ما فيهوش يعني برتقان بسره، وانا ضربته كده، وكل اللي انا ضربته ده كله هصفيه. طب ليه هتصفيه يا سمسمة؟ انا عايزة الخليط بتاعي يكون ما فيهوش اي بذر، وعايزاه كده يبقى صافي، مش ما فيهوش اي تكتلات. حطيتي معلقة الخل ديت، الخل ديت دي مادة رافعة. بصوا انا كده بالمعيار اللي هيعمل الكيكه بتاعتي ديت كوبايتين دقيق بالظبط، حسب الدقيق بتاعك. لو حسيتي ان الخليط بتاعك عايز دقيق تاني حطيله. الكيكه بتاعتي انا عملتها بايه يا سمسمه؟ هقول لكم تاني: كوبايه زيت على كوبايه لبن على كوبايه سكر، بنفس الكوبايه المعيار هو. وبعد كده احط الفانيليا وثلاث بيضات هضربهم مع بعض، وبعد كده هنخل الدقيق والبيكنج باودر برضو كده قبل ما احط عليه الخليط اللي في الخلاط. بس وهنخل كل دوت. بوريكم بس التكتلات اللي انا بوريها لكم. انا مش عايزه التكتلات ديت عندي في الدقيق. هحط حبة ملح. طب انت يا سمسمة بتحطي ملح ليه؟ المعلومة ديت انا عرفتها مؤخرا، ان الملح هي سنة في اي دقيق لازم تحط حبة ملح. طبعا انا بوريكم كده انا بصفي الخليط بتاعي اللي في الخلاط. انا عايزاه يبقى صافي ما فيهوش اي تكتلات. انا هوريكم التكتلات دلوقتي، انا هرميها هحطها على جنب. بتوحشوني قوي 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 والله العظيم، ربنا اللي يعلم. وعايزه اشكر كل اللي بيتفرج عليا وعايزه اشكر كل اللي بيعمل لي لايك واعجاب، وربنا يخليكم ليا يا رب، اللهم امين. عايزه اقول لكم انا في امتحانات.
بس برضو قلت لا، انا غبت عليكم كتير، كفايه قوي كده بقى، وحشتوني بجد، ربنا اللي يعلم والله. حطيت الخليط على الدقيق بتاعي وهقلب كويس كده جامد. مش هعملها بشوكولاته، لو هعملها بشوكولاته هدوب حبه كاكاو خام على حبه ميه وهحطهم على الخليط ده واقلب. انا هعملها من غير مش هعملها، مش هعملها من غير شوكولاته. كده انا خلصت حاجتي. طبعا وانا شغاله بعمل الكيكه كانوا عيالي بيعملوا الفشار وبيعملوا الفنكوش، حمرناه. احنا قلنا ليله بقى كل اللي نفسه في حاجه هعملها. بصوا الكيك بتاعي حلو ازاي، جميل قوي 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 وسهل عليكم. وانتوا بتعملوا الخليط ده تكونوا مولعين الفرن قبلها. حطوا الكيكه والفرن سخنه. انا قلت اقول لكم المعلومه ديت ليكون حد مش عارفها يعني وانت بتعملي الخليط بتاعك دوت يكون الفرن بتاعك سخن. انت بتعملي ايه كده يا سمسمه؟ انا طبعا كده بعمل الخليط بتاع الرز بلبن. سبت الرز يستوي بحبه ميه وحطيت كيلو لبن كده عليه الباقي كريم جانتيه اللي انا خدت منه معلقتين وحطيته في المهلبيه، وباقي كيس اللبن بودره وحطيته برده على اللبن، ومعلقتين زي ما انتوا شفتوا كده نشا، انا لقيتهم صغنطاطين رحت حطيتهم كلهم. وهقلب كده الخليط بتاعي بالسكر باللبن البودره باللبن الكريم شانتيه، وهحط كل دوت على الخليط الرز بلبن بتاعي. عايزه اقول لكم كده ان المضرب ده انا ما عجبنيش الصراحه، فانا قلت ايه اضربه بايدي كده احسن. ربنا يخليكم ليا وما نحرم منكم ابدا، وسنه سعيده عليكم اللهم امين يا رب. الرز بتاعي كده استوى زي ما انتم شايفين. هحط كل الخليط اللي انا قلبته ده اللي انا ضربته ده هقلبه على الرز بلبن بتاعي، وهقلب كويس جامد زي ما انتم شايفين كده. ربنا يجعلها سنة بيضة عليكم اللهم امين يا رب. انا قلت كل حاجة هعملها بيضة. رز بلبن، وهعمل مهلبية، وعملت فشار وعملت فنكوش وعملت كيكة وجبنا لب وسهرنا بقى، وجبنا حاجة ساقعة وسهرنا. انا كده خلصت. بوريكم كده ان الرز بتاعي خلص. حطيت بس لما خلصت خالص الرز بتاعي حطيت فيه باكو فانيليا عشان يبقى بس طعمه حلو وريحته حلوه. انا كده خلصت خلاص وبصب حاجتي كده. انا الكلام ده كله اخد معايا، انا كنت من الساعه 10 لغايه الساعه 11 كده انا خلصت كل حاجتي دي. زي ما انتم عارفين سمسمه مش بعمل حاجه واسكت واعمل حاجه، لا ببقى كله مشغلاه في وقت واحد. دي المهلبيه بتاعتي، اللي هيجرب المهلبيه ديت هتعجبه جدا جدا جدا. جربي حطي فيها معلقه كريم شانتيه ومعلقه لبن بودره، هتعجبكم قوي قوي قوي. معلش انا اتاخرت عليكم، كانت نفسيتي مش قد كده، بس الحمد لله ما رضيتش اطلع لكم وانا متضايقه ولا انا تعبانه، قلت اطلع لكم وانا كده فريش يعني. بصوا يا بنات، انا كده بفضي، انا كده فضيت الرز بلبن في طواجن. طب انتي يا سمسمه الطواجن ديت هتعملي بيها ايه؟ انا هحطها في الفرن زي ما هي كده، بس لو كان في قشطه كنت تحطي معلقه قشطه بس في الطواجن وتحطيها تحت الشوايه وهتبقى زي الفل. انا خلصت كده المهلبيه بتاعتي، انا حطاها على جنب اللي هي الكاسات ديت، ودي كاسات ودي الطواجن بتاعت الرز بلبن هحطها في الفرن، ودي بقيه الرز بلبن بتاعي. ربنا يجعلها سنة بيض علينا وعلى عيالنا وربنا يكرمنا اللهم امين يا رب كلنا. انا كده خلصت حاجتي. هشوف الكيكه بتاعتي في الفرن، هفتح الفرن عليها واشوفها. انا كده خلاص كيكتي طلعت خلاص كده، هفكفكها بس من بين الصينيه وهقلبها وهتبقى زي الفل. وخلاص على كده كان طلب كل واحد عايز مني حاجه انا عملتها له. وخلاص على كده سفرتنا خلصت. انا حطيت بسم الله الرحمن الرحيم، احمد عامل قلق كالعاده يعني. حطيت كده على المهلبيه والرز بلبن. بصوا انا فرقت هنا، دي حطيت مهلبيه والناحيه التانية حطيت الرز بلبن عشان اللي عايز حاجه من هنا ياخدها واللي عايز حاجه من هنا ياخدها. وحطيت عليها زبيب وجوز الهند. والطواجن طلعت عندي هي من الفرن، والفنكوش بتاعي يلي حمروه. باباهم كان جايب لنا استفندي وعملنا فشار وحطينا لب سوري على لب ابيض على لب سوبر. وخلاص على كده. عايزه اقول لكم ربنا يخليكم ليا وما نحرم منكم ابدا، وسنه سعيده عليكم وسنه فيها راحه البال والسعاده والرزق الواسع اللهم امين يا رب، وينجح عيالنا ويكرمهم اللهم امين يا رب. بصوا الكيكه انا هقطعها لكم طريه جدا من جوه
ومقرمشه من بره، والله العظيم جميله جدا هتعجبكم. بصوا طريه ازاي، انا هوريها لكم دلوقتي. طريه يعني، والطعم البرتقال حلو قوي 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 فيها. جربوها حتى لو ببرتقانه، والله العظيم هتبقى طعمها حلو. انا كده خلصت. يا رب يخليكم ليا وما نحرم منكم من دعمكم، اللهم امين يا رب. هتوحشوني قوي 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 قوي، وبتوحشوني وانا معاكم. ورب الكعبه ربنا يخليكم ليا وما نحرم منكم، يا احلى سند واحلى ظهر. ما تنسوش اللايك والاشتراك. وكده خلصنا. ودي الحاجات اللي احنا عملناها في رأس السنة. يا رب تعجبكم، متنسوش الاشتراك. مع السلامة.